وصلنا من مصادر موثوق بها أن الجنرال أمسي أمين قادم مع مجموعة من الجنود البواسل والشجعان لتخليص البلاد العربية من الاحتلال المعنوي والفكري والمادي. ووصلنا هذا التسجيل المرئي والمسموع من الجنرال بنفسه من المنصورة. مانو دريان، ALC News. انسجام بين الواقع والاحلام، بيجيب كلام تمام طلع قدام وسط الزحام. الى الامام للانتقام بتعبيرات وش الاجرام، هتقوم حروب مفيش سلام. انسان معدوم تفكير مسموم من جيش مدعوم ضد الطيار بيعوم مهموم، والناس اللي بتلوم مش راضي يكون مظلوم، يمشي في طريق الهروب مش راضي يكون مغلوب، ويجيب حقه المسلوب ويدمر القلوب وينمي العقول. القلوب ممكن تخسر والعقول مش معقول. اما امين يوم الكلام يبقى هو المسؤول، لو هتكون في طريق معايا يبقى تمشي على طول. معايا جيب مجندين مجهزين مجاهدين معدلين مدربين مسيطرين على الجبهتين، شمال يمين كلكوا عارفين مين امسي امين. خليكوا سامعين يا بني ادمين، تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرد سرد هاخد غرضي. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرد سرد هاخد غرضي. ما بتحكمش ما بتكتمش بايدي بجيب حقي ما بتظلمش، ما تحاولش ما تخمرش مع القرش، ما تقدرش تعمل حاجه ما تفكرش ما بهزرش. عاوز تفهم بطل هرش، يا تكون على المرش يا ما تعمرش، ما تتهورش ما تتسرعش ما تتخدعش ما تتفزعش مني بطل رعش. ايوه جنرال قائد الرجال جاهز للقتال ضد الاحتلال، ودي اجابه السؤال بدون جدال. من المحال في جميع الاحوال حد يسيطر على عقلي من العيال. جنوب شمال شرق غرب حرب ضرب برد رعب صد رد فوق وتحت طول وعرض حرب برد معروف مصر فيها خير كل الارض. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرد سرد هاخد غرضي. تعبيرات وش جندي جرب تعالى عندي على ارضي عرضي هبقى مرضي الرب ادي فرد سرد هاخد غرضي. قص الحكايه قص ولا قص دي قصه ناخد منها الفن، قص من بدايه قص للخلف، حصل في سرعه البرد، وصل من غير معال بص للسواد، قص من غير معتاد وصل للبلاد، حصل المقصود فصل من الروايه، فص اتفصص في الحكايه، بص سيبك بص انت شوف